كل شوي الثانيه شو قصدك معك؟ فانا طلعت قلت له عن جد العالم بلا ذوق. يعني هو بفكر رجوليته بهالطريقه انه يلا رتبي البيت. فمن حديث لحديث عمار بيقول لي اصلا حمودي بيحكي مع 5 بنات. انا مصر اجيب العيد. يعني انا كنت مثلا لابسه قاعده بالبيجامه حاطه البن وحاطه ماسك جايك صورني فجاه بالتليفون يعني نخسر بعض. يا شباب خذوا منه انسبيريشن. لا عن جد يعني البيت يعني عم بيقول لي ان شاء الله بس رتبني. طب اسمه عن قلبي. That's so cute. جد كثير. هاي حركتنا. ما كنت بعرف انه علاقتكم كيوت لهالدرجه. كيف طبك لما بس بحس الو نحن هلا قدام الملأ. اطيب اكل بالعالم. يعني ما خلينا بيه البلان اللي طلبناه. الو You guys are so cute. الله يخليكم لبعض ويحميكم من عين الحاسدين. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست على قولة جدي. أنا سارة وهي لبنى. شلونك خيتو؟ لك أهلين تقبريني. اليوم الحلقة كتير خاصة لأنه اليوم ما معنا بس ضيف، معنا ضيفين، وهدول الضيفين فينا نسميهم اللوف بيردز تبع هالسيزن يلي هن لما ومحمد. هلو هاي سارة هاي لبنى. كيف الأخبار؟ هاي سارة هاي لبنى. تمام. شو أخباركم؟ تمام. شو أخبار جدي؟ هلا شو مثل اليوم؟ أيوة هلا جايتك بالمثل سريع ما شاء الله بده يعرف المثل. طيب كيفكم مع الأمثال قبل ما أقولها؟ يعني نحن مليون من 10 يعني كتير منيح بس بالعكس. اوكي واو نايس. حسب الله المثل يبشركم يعني. بالخير. تمام. يلي بيزرع بطريقنا وردة بيحصد من محبتنا بستان. الله حلوة. هتسامع بس حلو. شو بيعني ما بتعرف. هلا بنكتشف. ايوه اكتشف. انت انت حسيتك انه فهمتي شوي. ايه بس انا كنت مكملته براسي شيء تاني. شو عملتي؟ في شوكة ايه تبع يلي بيرميكي بوردة بخرتش. اغني حبيبي. لا هي شيء تاني بظن انه يلي بيسرع بطريقنا وردة بيحصد من محبتنا بستان. اوكي يعني كثير حلو هو. انت شو انت لما سمعته شو اول شيء مثل يعني ارميني بوردة. لا اعطيني عيونك اعطيني عينك بعطيك شو كان اسمه يعني مثل اللي بيعمل لك شيء واحد منيح انت بتعمل له في كثير مثل شغلات تاني، ان في مثل ريتيرن تاني. منها. انا مثل انه خدمني مره بخدمك مليون مره. كل هدول صح. كمان in a way ما بعرف صح او لا انه لما انت بتزرع يعني بتضل عم يعني تسقي البلانت او شيء انه بالاخير رح تكبر. هي منظرها حسب. ايه exactly in a way يعني انا هيك يعني رحت اكثر على هالطرف يعني. بلشنا نوصل لبعض. ايه هي يعني انا بشوفها انه نحن شو ما بنزرع عم نحصد واللي انه اذا بتعطي شخص ورده بتاخذ ورده صح. بتاخذ بستان اكشلي. ايه واذا ايه 100% حسب الشخص. احيانا يعني حدا بيعطيكي ورده بيردوا له اياها شوك اشواك. طب انا يعني حابه ادخل المثل شوي بعلاقتكم. اوكي حسيت شوي انه هذا المثل يعني له شوي علاقه بعلاقتكم. افهمكم كيف. انا بدي افهم كيف. ايه انه احيانا بالعلاقات نحن يعني في ناس بتعطي اكثر ما تاخذ وفي ناس تاخذ اكثر ما تعطي كمان. فما بتحسوا انه الواحد لما ياخذ ويعطي او لما يكون الشيء متوازن بين الشخصين انه عن جد بيلاقي ثمرة هذا الشيء. تفضل احكي انا ladies first. هلا ايه اكيد لازم انه هي بالعلاقات ان جنرال تكون مثل بينج بونج انه واحد يعطي الثاني يرد لانه اذا واحد ضله عم بيعطي at some point رح يفقد هذا الشغف تبع العطاء والثاني رح يتعود على بس اللي ياخذ حيصير فيه انانيه. صح. فنحن بعلاقتنا الحلو فيها هي من اولها انه كتير نحن إذا هو بيعمل شيء أنا بعمل، إذا هو بيعمل لي 1 بعمل له 2 بعمل لي 3 بعمل له 4 بعمل لي 7 هيك كيوت. أنا بس عندي شغلة لأنه قبل علاقات السابقة أو المشكلة إن كان مع بنات ولا مع شباب مع أي هالشيء يعني إنه مع أصحابي مع بنات مع شيء إنه دائما لما أنا أعطي ما لاقي مقابل خلاص بقول ليش بدي أرجع أعطي. صح. فأكثر مرة تتكرر خلاص ما عادش بعطيه بالمرة فهو بحس إنه أنا متغير عليه وإنه أنا ما بحبه وكرهانه. صح. فتيجي تفهمين هذا الشغلة هقول لك لا أنت متغير ومش عارف شو. فمن الأول إذا أنت بدك تعطي إذا ما لقيت مقابل خلاص ما تضلك تعطي لأنه حتوصل لمكان إنه خلاص يعني هتلاقي حالك أنت حتبطل تعطيه وهو حيفكرك إنه أنت ما بتحبه وتكرهه وخلاص. صح.
فيا من الاول تعطي يا ما تعطي. طب عندي سؤال، انتوا كيف تعرفتوا على بعض؟ ها هلا انتوا حكيتوا لي بس انه خلينا نحكي شوي للمتابعين. انا ما بعرف على فكرة. في مجال ولا ما في مجال؟ لا في مجال. في وقت انت مفتوح. بدك تجيب بيبي اول مره حتحكي انا وانت سوا ايوه ايه ولا صح حالك صح يا اذا انت جماعة. قلت هيك ولا هيك ولا لا انا حوصل بوينت انت كمل اذا بدك، او اذا حكيت شيء مش ضابط كمل اوكي انت. بعمل لك هيك ما حد شايف. ما حد شايف. شيل الكاميرا. اوكي نحن تعرفنا على بعض بخيمة اساطير. اوكي اوكي هاي كانت السنة الماضية. طبعا نحن علاقتنا كلها صارت كل شيء صار بسنة، واو كل شيء. اوكي فكنت انا معزوم على اساطير قبل ما تفتح. طبعا بيعزموا أي. ناس معينة انه لاساطير انه قبل ما يفتحوا هيك. فانا كنت معزوم وانا واصحابي. فبهذا اليوم انا كنت ما رايح، ما حروح يعني. اوكي ذن كان في حدا من رفقاتي رفيقتي يعني انه كانت قبل قايله دائما هي بتحب اساطير وخيمة اساطير، وانه لما تفتح عبالها تروح وهيك. فانا كان معي بلس 1، ايه فقلت لها انه انا عندي تروحي. بلس 1 تروحي. إيه. قالت لي يس. هاي قبل الايفنت باسبوع. اوكي تمام. حلو. اجى يوم الايفنت نسيت انه انا حاكي لها. الكومن شيء بعلاقتنا نحن اثنيناتنا بننسى. اوكي انا كثير بنسى. اوكي فانا نسيت انه قايل لها. فانا ورايح على اساطير الساعه 7 بالليل تذكرتها. اتصلت لها قلت لها وينك؟ قالت لي انا بالبيت. قلت لها ما على اساس نحن نروح على اساطير مع بعض؟ قالت لي بس انت ما اكدت علي. يا قلت لها انا رايح بالطريق اذا فيك تيجي تعي. إيه. قلت لها لا مستحيل يعني انه لا تسوي. تعرف البنات انت تسوي بس شعار. اي ثينك الله ستر. اوكي نو نوت مو شيء، بس يعني لو شفتيه يمكن ما كنتي رح تفكري انه هي سنجل او شيء يو نو. ايه ايه فالحمد لله خلص رحت لحالي يعني انا واصحابي قعدنا. فنحن قاعدين بلاقي شاب بيطلع صاحبي يعني اخوها بيطلع. اوكي وائل. بلاقي شاب فايت. نحن كنا اوريدي قاعدين على الطاولات يعني. بلاقي شاب فايت مع بنت. انا بالضبط هيك انا هيك واقف. اوه ذاتس سو كيوت. عمار صاحبي البواب واقف جنبي. فما عم طلع بعمل له هيك. في بقول له هاي هي. بقول له شو هاي هي؟ بقول له هاي هي. بقول لي حل عني انت دائما تحكي هيك. ما بطلع فيه انا. عمار هاي هي. قال لي احط لي يعني ما حكى اي شيء. المهم انا ضليت عم بطلع بوائل وفيها انه بس وائل يشوفني عشان يجي يسلم علي. ايه انا وائل اخوها عنده استوديو تصوير. أوكي. فهو بيصور انفلونسرز وقصص وهيك يعني. ففكرته جاي معه لما انه يصورها بتعرف بالايفنت. اخته يعني؟ لا اوكي ما بعرف وائل اصلا انه عنده اخت. بركي كانت مرته. اوكي ما هو فكرني يعني يا انه مثلا جايه معه تصوير يا اما صاحبته او حبيبته او خطيبته. توقعت انه جاي يصورها بالايفنت مثلا. اوكي فضل هيك وائل ماشي. طلعت فيه هيك اجت عيني بعينه. فكمان ورانا كانت في طاوله قاعده طلعوا رفقاتهم. اجى سلم عليهم. بعدين اجى سلم عليه وائل لما اختي. الحمد لله لا يا ربي. ضغط على راسي انه اخت صاحبي يعني. ايه بس اهون ما تكون أهون ما تكون مرته يعني انت اوكي كمان. بتعرف نحن عندنا انه هون إنه بطبعنا انه ما فيني احكي مع اخت صاحبي او أكيد احط عين طبعاً. عليها او شيء يعني. فما حلو يعني. فهو قال لي اختي. بيني وبين نفسي قلت يا علي انا هلا اوكي. فمهم من حديث لحديث انه شو الاخبار وزمان ما شفتك مش عارف شو. تفضلوا اقعدوا معنا. فقعدتم معنا. حلو فوقت هن قعدوا معنا ما كان في محل. فقعدتم محلنا يعني. اوكي ونحن كنا رايحين نجيب اكل. ايه فنحن لما رحنا جبنا اكل هي قالت لي يا بعدين لما رحنا جبنا اكل فكروا انه نحن تركناهم وما عبرناهم. ايه فانا طلعت قلت له وائل عن جد العالم بلا ذوق. صارت الا انه تركونا هيك وراحوا وشو مفكرين حالهم مش عارف شو. ما في 5 دقايق نحن راجعين جايبين معنا صحون واكل وهيك. انا لايك اوبس ما قصدي. انسى اللي قلت لك يا وائل. فما كان في كمان كراسي. فانا ضليت واقف ايه وقعدت على طاوله هيك انه ساند عليها انه هن يقعدوا محلنا يعني. ومن حديث لحديث وانت شو هالجنتلمان جنتلمان. اوكي. وانا يعني عم بحكي مع وائل وعم طلع بلمع. اوكي منيح ما افرك وعليك. هي ما شاء الله عليها كثير بتحب الاحاديث يعني إيه، بتشارك إنه يعني. اوكي واصلا كنا عم نحكي عن الريليشن شيبس. ليه انت سنجل ووائل سنجل؟ يا فكانوا هو ووائل انه هن تقريبا نفس عمر بعض اثنيناتهم سنجل. وانه ليش سنجلز؟ فهو وائل قال عندهم نفس الافكار انه هن اذا شافوا بنت مستحيل يروحوا يحكوا معاها اذا كانت أيوة. بمطعم او شيء. واذا بنت بتحكي معاهم فبيشوفوها انه هي دالقه حالها وما إلها قيمه فكمان ما بدهم اياها. ايه طب كيف قلت له واحد طب كيف بدك تتعرف؟ انا عندي شغله مش قصه تكبر او شيء. انا ما بقدر احكي مع بنت الا انا معجب فيك. ما بتزبط معي. هيك دايركت تروح الا بدي احكي معك ما بتزبط معي.
يا انه يكون رفقه او صار في مثلا شيء قاعده وهيك من حديث لحديث تصير اوكي، بس هيك دايركت روح وقف بنت بالشارع الا انا ما عجبتك هلا مرحبا اوكي. واذا بنت اجت حكت معي دلقه حال علي انه تتلبك، مش هيك بس انه بتنزل من عينها. ايه انه يعني هي بنت يعني انا ما بعرف أكيد البنات اللي صح. هن بزتوا حالهم ايه لا يعني لا ما حلو ما صح. ادري وشو. وعمار قاعد جنبي فمن حديث لحديث عمار بيقول لي اصلا حمودي بيحكي مع 5 بنات ايه عنده اوبشنز يعني. ايه طلع عمار هيك يا عمار هذا الصديق اللي ما بيتاخذ هذا شيء 100 مره يعني جمله وجمله. عمار لا هذا شاب ام العيد. قلت له عمار شو هالحكي اللي شو مش انت برجع هيك؟ عمار؟ ما بعرف. عمار مو ديسمبر كان؟ لا عمار I think بتذكر حوت. الحوت اوكي. اوكي فبقول له عمار اكيد لا. اللي مبلا برو انت بتحكي مع 5 بنات وحاططهم اوبشنز. بقول له اكيد لا. المهم امسكته نحكي الموضوع برجع بيقول لي برو انت بتحكي مع 5 بنات يا مامي فمامي وبرجع باكد له لما انه عم يحكي مع 5 بنات وحاطط له اوبشن. هاي مشكلته انه هو مش قادر يختار، لازم يحط عينه على بنت واحده حتى يقدر اي لانه هو يختار. بيحكي مع 5 بنفس الوقت عشان هيك بعد طب سنجل. انت شو كان شعورك؟ كثير حلو انه شجعك. انا كثير عادي. ايه عادي. ايه. فالمهم عاد عمار شي 5 مرات وانا عمار قال له اسكت شو هيك خلاص اسكت يعني. قال لي يا بيني وبين نفسي بيني وبينك اوكي بس خلاص اسكت. على فكره انا ما بحب هاي الشغله عن جد، انه الواحد يخجل فيه قدام العالم. اي كانت ف مهم سوري الله يسامحك يا عمار. سوري على المقاطعة بس اي جاس عمار فكرني 6. انه هو عشان ف خلصنا حكي وكل شيء انه مرقت على خير هاي. مهم وقتها ضفنا بعض انستغرام. اوكي. فانا وقت بعدها كنت معزوم على عيد ميلاد. اوكي فرحنا على عيد ميلاد بالصحراء. انا بالعيد ميلاد بقول لعمار مش عم تروح من بالي. اوكي بقول لي برو هلا يومين 3 ما بعرف شو كان قصته عمار معي هذاك اليوم. خلاص ما وقفتك شد مبدئيا. انا بعرف عمار من قبل فهو اي جاس كان بيعرفني فما بده يعني انا اكون السادسه. فبقول لي بدي احاول يسيفك من فبقول لي انه يومين 3 بترجع بتشوف واحده ثانيه. قلت له عمار شو مفكر انت ليش اخذ عنها هيك فكره ما بعرف. هو اصلا كلامه غلط عن جد يعني. ايه ف فبقول له ما عم تروح من بالي. فضلت طول الوقت بالعيد ميلاد عم بقول له عن لما يعني. فهيك تعرفنا على بعض. فضلنا نحكي انا ولما مع بعض. بعدين ضفنا بعض سناب شات. اوكي صرنا نحكي مع بعض سناب وضلنا نرفقه يعني ما صار شيء. حلو. اوكي بعدين فجأة قلت لها شو في بارت كتير مهم. في بارتس في واحد لما كنا اخر اساطير كنا كلياتنا عم نتصور فانت كان بدك تتصور انت ووائل فانا بعدت عن الصوره فبقول لي لا فوتي معنا بالصوره. ايوه يا هي اول صورة كيوت. فانا نسيت بارت كاملة انت بنسى انت عارفين. احط ايدك هون مشان لما هيك اعمل لك هاي بارت الصورة انه لا عادي تعال تصور معنا ولو بالعكس تحلي الصورة. ما ليش تخجلي خلاص نحن كلنا مع بعض. فالمهم ضلنا نحكي على سناب. بعدين قبل سناب انا ما كان عندي سناب شات بس ما اشتغل عليه فحكاني على انستغرام مسجز فهيز لايك انه ليه ما عندك سناب. قلت له ما بعرف اشتغل عليه يعني وهيك. قال خلص انا بعلمك هلا نحن ساكنين جنب بعض. نو واي. ايه 10 دقائق ماشي عم تمزحوا. فقال لي خلص انا بعلمك شو عندك قومي ننزل هلا على الكوفي شوب انه هيك. قام لايك اوكي ننزل. رحنا حكينا بكل شيء لسناب شات. حلو حبيت. نايس حجة. ما هو انا بتعرفوا شو انا كان بدي اسالك انه انت امتى حسيت انه لما از ذا وان او انت كمان فانت اخذنا جوابك دغري من اول ما شفتها حسيت انا اقول لك ليش قبل كنت شوف حق لك مش انه كنت حاط اوبشنز بس انه كثير في ان كان للشاب ولا البنت كثير في بنات مثلا بحياته او بحياتها فيها شباب بس انه خلص في دائما انا بالنسبه لي كان عندي هذا الكليك اذا ما اجى ما حقدر اعمل اي خطوه. اوكي في بنات محترمين اولاد عالم وناس خرج زواج بس جواز اوكي بس انه خلاص ما عندي هذا الكليك. صح ما في انا شخصيا ما فيني اعمل شيء اذا ما عندي هذا الكليك. صح ما بقدر اعطي شيء يعني. ما بقدر اعطي شيء. فبس شفت لما هذا الكليك اجى من اول لحظه بس هيك لحاله هذا الله. سبحان الله عن جد. اوكي وانتي طب قولي لنا. انا ايه بعدين هو من اول لحظه فانت كيف وصلك لهاللحظه يعني. هلا انا كتير عقلانيه اكثر من انه عاطفيه. اوكي هلا انا مبين عليكي هذا الشيء على فكره. ايه كثير هيك فانا ما بعرفه كشخص يعني ما بعرفه كشخص بيست اون وات مثلا رح حبه او شيء. فوقت صرنا نحكي على سناب شات مثلا نحكي وكذا واجا وقتها فتره رمضان فبرمضان بتعرفوا دائما بعد الفطور في عنا رحة القهوه شده وكذا وهيك فكنا دائما نطلع انا وحمودي ووائل ومثلا وهيك شله عملنا شله نطلع صرنا مثلا وقت بدنا نطلع
يعني مبين في اعجاب، عرفتي انه مثلا بعد الفطور شو عامل اليوم، شو عامله، تلعبوا شتى، طب يلا انت احكي مع وائل انه هو سوينا جروب واتساب يمكن ايه سوينا جروب واتساب وحطينا فيه وائل انه اليوم شو عاملين يلا نطلع نلعب شيء. على اساس هو اللي عم بيحكي مو انا. بيجي وائل يقول لي انه بدنا نطلع مع محمد اسعد، قلت له اوكي انا افوت البس. فتتذكر مره في قصه بتاعت مفتاح لا غير المفتاح، وقت مره كنا طالعين انا وانت برمضان، طلعنا افطار، بعد الافطار رحنا لعبنا، يعني هيك عملنا فول بلان، صارت الساعه يمكن 12، فخلص انا لازم ارجع على البيت زوق. فما يعني نحن لسه هون ما كان في شيء، كنا رفقه اوكي. فقلت له انه ايه، فقال لي وقتها انه خلينا نطلع، قلت له ما خلص يعني لازم ارجع على البيت. قال لي خلص هلا بحكي مع وائل وبنطلع نسلم البيت. ايه وبنطلع. فحكى مع وائل، نحن هلا رجعني على سيارتي، فانا كنت بسيارتي وبسيارته، فحكى مع وائل. وائل اتصل لي قال لي وينك، ما بعرف شو، انا طالع مع محمد اسعد. قلت له اوكي وين، انا اسمي بدبي بالحقكم. اليوم اسكاك لا في شغله ثانيه والله ما اسكاك. لا فوائل بيقول لي انت شو دخلك، شو جابك، طلعت شباب. فانا فتحت الشباك عليه بتتذكر، فقالت لي تصرف، قلت له انه وائل طلعت شباب، فانا راجعه على البيت. برجع اتصل على وائل، قال له جاي عمار بوابه ومرته. ايوه كان شيء ولا لا جاي ولا شيء. انا قلت له انه اوريدي حكيت مع عمار، وائل بيعرف هالقصص، وائل محمود عليك ما بيعرف هاي. قلت له عمار حكيت معه جاي هو ومرته، على كنا رايحين على امانس، قلت له جاي هو ومرته، انه قلت له انه لما موجود وهيك، فقال لي خلص يلا هلا بحكي لما تجي. رجع وائل اتصل لي قال لي فيك تجي، قلت له هلا برجع بلف شو بدي اعمل يعني. هو وصلنا على امانس ونحن بنلعب، عمار وينك يا عمار، والله ما حقدر اجي اليوم. انا اوريدي كنت حاكي مع عمار انه والله ما حقدر اجي، وغالي تعبت وهيك. يمكن اول شيء خجل خربها. بس هلا بس قول لعمار هاي القصه، بقول لي انا قصدي حكيت هيك، لو ما حكيت هيك ما كنتوا صرتوا مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله عليك. الله. وقت رحنا هنيك وصرنا نلعب مع بعض هيك، انه وقت شو لعبنا مع بعض شكر وقصص هيك، وما اجى عمار. هاي واحدة من في واحدة تانية كنا مرة طالعين بهذا اليوم، قلت لها لما انا بدي احكي مع وائل خلص ما عادش فيني. اوكي كنت اوريدي معترف له. ايه هو اعترف لي قبله ما بعرف انا اسبوع يعني. فقلت له انا لازم احكي مع وائل، لانه انا كشاب اذا صارت معي وعرفت من حدا تاني راح ازعل كثير من وائل. فانا احكي مع وائل خلص من شاب لشاب، احكي معه واقول له هيك الموضوع عشان يعرف اني مش من حدا تاني. صح. فكنا طالعين ورجعنا تقريبا شي الساعه 12. انا وراجع بالطريق اتصلت بوائل، قلت له وينك؟ قال لي انا هلا فقت. قلت له انا جاي وصل تحت بيتك، حتصل لك نزال، بدي اياك موضوع كثير مهم. ايوه. قال لي خير؟ قلت له لا بس بدي اياك نزال. قال لي اوكي. وصلت لعنده نزل. وانا من النوع اللي وقتها كنت تارك مفتاحي بجزدان لما مفتاح سيارتي. يا المهم سلمت على لما وطلعت على البيت، مفتاح وين السياره؟ بجزدانها. نزل وائل، السياره ضلت شغاله عادي. نزل وائل ركب معي بالسياره، قلت له بس بدي اروح شيشه البترول، بدي افوت على الحمام يعني الله يسكن. فطفت السياره، طلعت هيك ما لقيت المفتاح، قلت يا محمد يا الله شو بدي اعمل هلا؟ قلت له حفوت على الحمام برجع لك. فتح على الحمام، اتصلت بلما، قلت له مفتاح سيارتي بجزدانك. طفيت السياره. وات تو دو؟ ولا هيك الموقف يعني ايه فظيع. فالحمد لله انه يعني انتوا كنتوا سوا قبل ما كنت وصلت على البيت يعني. هلا بقول لكم انا فقلت له شو بدنا نعمل؟ بدي المفتاح، ما بدور السياره يعني. فانا وقت كنا قبل ما افوت على الحمام دورت ما كنا نلاقي المفتاح تحت هذا، وانا عارف المفتاح معه بس انا قدام عم دور يعني. قلت له والله ما بعرف المفتاح. المهم برهوم اخوها الثاني كثير كيوت، تمام، فهو عادي لو قالت له شو ما قالت له عادي. انا وياه كثير رفقه وير بيست فريندز يعني. انا مثلا بقول له انا اليوم طلعت مع محمد، انا اليوم هيك عادي بقول له. اوكي فقلت له انه سرطان هلا عيد ميلاده بعد اسبوع. نايس. هابي بيرثدي وائل طيب مسكين اللي يا حبيبي وائل ميزان. لا بس مو هيك القصه انه انا لما قلت له لبرهوم كانت الساعه يمكن 1 بالليل كان، وكان ثاني يوم عنده فاينل اكزام بالجامعه كان. فقلت له برهوم انه بدي مساعدتك هيك صار، وانا هيك قاعده جنبه، وانا بعد يعني مثلا برهوم كتير بستعطفه، هو كتير هيك كيوت. فقلت له مشان الله روح ودي له المفتاح. قال لي شو؟
قال والله ما دخلني، انتوا روحوا تصرفوا. قلت له برهوم ما في غيرك. ترجيته قام قال لي خلص اوكي هلا بقوم. صار يتبارد برادة السنين، صار يمشي يمكن على 20. ضل يمكن شي تلت ساعة لإجا برهوم. وهنا كانوا جنب بيتنا مو بعاد يعني. وانا انا ووائل قاعدين عم نحكي، ما بعرف شو بدي احكي معه. فتحت له مواضيع الدنيا. الازاز عندي بده تصليح، اي شيء يمكن لو الدولاب مش عارف شو هذيك اللحظه قايل لك خالتي حكت معي اي شيء عم بفتح معه بس مواضيع لحتى قلت له شو رايك نحكي مع برهوم. هاي اول ما طلعت من الحمام قلت له احكي مع برهوم كمان بما انه انتم اخوات يعني احكي معكم مره واحده. اوكي حلو. حاله لي شو هالقصه. اوكي ذكيه الفكره. قلت له خلاص بحكي معكم انتم الاثنين، اذا فايق شوف اذا فايق خليه يجي. قام اتصل له قال له اوكي يلا جاي. حلو. اوكي عشان ما يبين انه برهوم كيف اتصل فينا وقال انا جاي. والله شوت اوت لبرهوم. عن جد شوت اوت لبرهوم. لا انا بدي اعمل شوت اوت لوائل مسكين يا حرام. برهوم ضل ثلث ساعه لاجا. شو بدي احكي مع وائل. حكيت معه كتير مواضيع. اجا برهوم اجى نزل هيك من السياره طلع فيني هيك. حكي له اختصر. كيف بدي يعطيني المفتاح؟ كيف سلم. طب يسلم. ضل يلفلف معي السياره ويفتش معي. قلت له خلص برهوم انه بطريقه بس حط المفتاح ورا باي شيء بسيارتي حطه بس ما كان يحطه. راح حطه وين؟ بسيارته ورا. ليه قلت له خلص خلي السياره هون عم يختبر نرجع ندور على المفتاح. خلينا نروح نقعد على القصبه احكي معكم الموضوع بنرجع بعدين على الرباط ونفتش على المفتاح. حلو. اوكي طلعنا بسياره برهوم ركب انا ورا عم احط هيك ايدي ما في مفتاح. ووائل كيف عم يحكي معي؟ لف وجهه لعندي وعم يحكي معي ما فيني اعمل شيء انا. اوكي حط ايدي هيك ما في مفتاح. اعمل هيك شيء في كان في مخده كان في كتب مخده وهيك طالب جامعه. حط هيك ما في مفتاح. ووائل عم ضل يطلع فيني. ما تركت ضلنا نحكي وصلنا لهنيك. نزلنا قعدنا على البحر. حكيت مع الموضوع وكتير انبسط وائل وكيف وورهم كيف هيك. وقال لي انه لازم تحكي مع ابوي. قلت له طبعا بس انه قلت بحكي معك قبل عشان تكون عارفه هيك. رجعنا على السياره وقال هيك عم طلع شلت المخده لقيت المفتاح باخر السياره حطيته بجيبتي. قلت له وائل على فكره المفتاح معي. قال لي شلون؟ قلت له انا شلت منه البطاريه عشان هيك ما كنت تفتح وتسكر. واي قلت له المفتاح ما كان ضايع انا بس كان بدي اياكم انتوا الاثنين تجوا عشان احكي معكم. اوكي عايزه. طب بس والله هاي بعرف. لا اهم شيء الاعذار كيف بتطلع معك والله كيف بتطلع معي كانت وقتها ما بعرف. كيف سبحان الله نحن سبحان الله خلال هالسنه كل شيء صار It's meant to be. هيك سلس كله عم بيخلص بسهوله. ما واجهنا اي مشكله الحمد لله. الحمد لله. حتى الكذبات بتطلع بسرعه. هاي كذبه بيضة يعني. كذبه بيضة. نحن بروفيشنال معنا PhD اذا بتحبوا نحن. هو هلا شكله انت بدك تتخانقي معه اخوكي على الاخر بده يقول لك لا هذا عملتيه. الحمد لله مرقت على خير يعني. من وقتها ثاني يوم رحت اتصلت بعمي حكيت معه قلت له نجي لعندكم على البيت زوركم وهيك. وانا بحياتي ما عامل هذا الشيء. وانا من النوع اللي بستحي. انت عارفين انت بستحي. اوكي شو بدي احكي مع عمي انا شو بدي احكي له. ما بعرف من وين اجتني الجرأة والطاقة وكل شيء. رحت ثاني يوم الصبح قعدت مع عمي لحالنا حكيت معه حددنا موعد انه اهلي يجوا نطلبها. هيك صار كل شيء باسبوع. بعدين بعد باسبوعين ثلاثة صارت الطلبة. بعدها بفترة صغيرة صارت الجاهة. هيك كله ورا بعض. لا هي وقت انت حكيت مع بابا كانت طلبة وبعدها جاها. لا لما حكيت اول مرة مع ابوك لحالنا كان بس انه احكي له. هي كانت بعد الطلبة بعد ما اجيت انت واهلك. كانت قبل لحالي كنت انا. والله ما كان في حدا بالبيت. انترستينج. نايس. ما هو من هنيك اعطاني الضوء الاخضر انه احكي مع اهلي. اوكي جود. الحمد لله يعني كل مرة على خير. طب انت شو كنتي حاسة بكل هالاجواء يعني ما توترتي ما؟ اي كتير توترت كتير. طب كنتي جاهزة انك تاخدي هالخطوة بحياتك؟ ايه بحس حالي وصلت لمرحلة انه انا جاهزة اخذها للخطوة. بس انا توترت انه مثلا is he the right person. صح. صراحة هي شغلة لأنه كل شيء صار بسرعة. يعني انت مستحيل تعرف شخص بأقل من شهر. فدائما عندك هذا الخوف. فأنا يمكن كمان كان عندي اياه. بس خلص انا كنت معتمد على الكليك مش معتمد على الشخصية. فهي العكس. طب هو انا عندي سؤال. انتوا بالخلافات كيف بتتصرفوا؟ لانه انا بحس انه هذا اهم شيء. الواحد كيف بيتعامل بالخلاف يعني انه عادي كل الاثنين بيتخانقوا. نحن الحمد لله
انا مش من النوع اللي بصرخ على الشخص او بضرب او شيء وليه؟ ولا ما عندي هالقصص. وليه؟ وما من النوع اللي كثير شو هي ما بتضرب؟ هلا بنحكي النقطة هاي. هاي سناب شات. انا هلا بتعمل لي انا لما اكون صاير المشكلة ما بحكي، بسكت بس حتى روق بنحكي بالمشكلة. هي صعبة شوي على فكرة. بس هي بيستفز البنات أكتر لما يسكت. فأوقات بتصير المشكلة شوي أكبر لأني ساكت ما عم بحكي. فأنا ما بحب أحكي أول ما دي مصيبة. أنا لما أحكي أنا معصب بجيب العيد. بس أنا هيك كمان لما أحكي أنا معصب بجيب العيد. أنا ما بحب حدا يعطيني ماي سبيس. هيك شيء شاشة سوداء قدامي إنه سيم. هلا ما بدي احكي بمسك نفسي ما احكي لما نعصب ما بنعرف شو نحكي. بس انه مثلا كمان هيك تبع كومبليت سايلنس بحس حالي انه انت عم تطنشني. يعني هلا انا بحرد وانا خلص هيك بقلب وشي وخلص يلا تعال صالحني يعني you know what I mean. بس انا ما بعرف اعصب كثير ايه هلا ايه انا ما انا وهي هادي يعني مش كمان من النوع اللي بتعصب وبتصرخ مبين عليك يا هادي. فما عنا هالمشكله انه تكبر المشكله. سايلنس بالبيت فبتهيأ هي بتحب تناقش بس انه بهدوء. بتحب تناقش اول ما تصير المشكله. بس انا ما بحب ناقش على فكره. انا ما بحب ناقش اول ما تصير المشكله. انا ما خلص ما بكون مستوعب شو خلاص بكون منرفز يعني. انا حقولكم الشباب شو ما بيحبوا يناقشوا باولها ما بيحبوا يناقشوا بعدين لانه خلص انه انت ليه بضلك بتحبي تنكدي ولا بعدين ولا بتحب بعدين لانه بعدين وقت مو مناسب وبكره انت لساتك عم تفكري مشكله امبارح يعني عن جد فهو ما تناقشوا. طب كيف بدك تعرف شو المشكله وين الغلط كيف ما تعيده كوميونيكيشن. هاي كانت بدايتها. اوكي هلا شوي موجوده شوي مش موجوده. يعني اوقات بكون ساكت اوقات نتناقش لانه خلاص لانه انا بعرف انه لازم احكي يعني. طب هاي السيره انا عندي سؤال اكشلي لاثنيناتكم يعني اوكي شو الشغله يلي لهلا مثلا الطرف الثاني لسه ما عم يفهم عنك او عنك يعني مثلا like what's something still بتحس انه عم تعمل مشاكل؟ ايه لما بلشي اوكي بلشي. انا شغله واحده هي يمكن اثنيناتها على نفس الشغله. نفس الشغله واحده الغيره باللبس. ايوه هاي الشغله الوحيده معنا. هاي الشغله اللي دائما نتناقر عليها. اوكي يعني بصير في جدال بيننا. اوكي هلا هي لبسها حلو اوكي مش انه بدي اقول لك انه انا هلا كل البنات حيقولوا لك نفس الشيء اوكي بس انه انا عندي لا انا كشخص عندي ستاندرد انه شو كنت بحب للبنت تلبس اللي هي انا مرتبط فيها. اوكي شو الستاندرد طيب؟ انه محتشمه. اوكي هلا هي محتشمه لبسها ما هي اوكي بس في شغلات في شغلات ما انا ما بحبها لايك تمام. بدنا بس احذري شو يعني في يعني هي كانت ببيت اهلها هيك فانت ما فيك تغيري شخص فجأة. صح اوكي ما فيك تغصبي شخص انه لازم هلا عندك وعي بهذا الشيء لازم هلا تبطلي تلبسي هيك وتكبي كل ثياب. لا نفس الشيء الحجاب ما فيك تغصبي بنت انه لازم هلا تحجبي. صح يعني انا بالنسبه لي تحجب بنت عن قناعه احسن ما تحجب طبعا فرض طبعا. لانه اذا انا غصبت على الحجاب من وراي اكيد رح يصير شيء. طبعا اوكي شو وين ما كان ما حد يجي يقول لي انه لو غصبتها لا ما حتعمل لا حتعمل. هي السيرة بعرف وحده كانت محجبه ومتجوزه جوزها غصب على الحجاب مع انه اهلها ما عندهم اياها. المهم كل ما تنزل مثلا على القهوه او شيء او هو يكون مسافر بتفك الحجاب. انا بهاي اللحظه صراحه ياما هيك بالاخير انا ما بحب يعني اوصل بس لهون انه ما بحب اوصل لهون يعني لانه خلص كل شيء قدامي وانا عارف فيه احسن من انه بعدين يصير شيء. اكزاكتلي ليه اوصل حالي لهذا وانا الموضوع. كثير بكره موضوع انه مثلا يصير بين الشريكين كذب. صح باي موضوع لانه بروح الثقه. 100% مجرد ما كان هي او انا عرفنا شغله مش من الشخص نفسه حيصير في شرخ بالسقف. صح اجباري صح. فخلص انا الحجاب تاركه هي تقتنع فيه بالنهايه. هذا الحجاب لا لربنا يعني صح. يعني مش اللي عم تحجب لإلي. صح. فانا اللي يمكن اللي واجب علي انه انصح زي حابه مش حابه هذا الشيء بيرجع لها. صح اوكي عادي هلا نحن فاين يعني. انت بالنسبه لك هي قصه اللبس وانت نفس الشيء صح؟ هي شغله ما في شيء ثاني يعني احنا ما بتذكر تخانقنا بيوم على قصه غير هي. يعني ما في شيء كان موجود قبل او مو موجود قبل الزواج تفاجأتوا فيه بعد الزواج. لانه بيقولوا غير
انه كثير ناس بتقول لما تعيشوا تحت سقف واحد بتغير. انا اليوم شو قلت لك؟ يا اليوم قبل ما نجي لهون كانت تقول لي انه كل شيء كنت شوف انه كيف حتكون حياتي بعد الزواج. لا بيبي انا كنت عم اقول لك انه انا لا انا كنت عم اقول لك انه انا كنت بعرفه كتير هني وكتير حنون وكذا، كنت بعرفه انه هني بس ما توقعته هني لهالقد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دقوا على الخشب كان هدقون. ف شو كنا بنحكي؟ على انه انت هني. طب يعطيني هيك موقف مثلا انه بتحسي انه you were like oh my god I thought of it differently. You know me? Yeah you know me. لا كل شيء يعني ما في اوكي في كتير مواقف بس يمكن العالم تلاقوها كتير بايخة وسخيفة يعني. لا بالعكس هي بالنسبة لإلي انه مثلا نحن وقت كنت عند بيت اهلي مثلا في بنت بتساعد بالبيت تشيل كل شيء وكذا، فانا اذا حطيت المي هون ما بشيليها حارجع الاقيها مشيولة يعني. بس exactly. هلا مثلا هون يعني اليوم الصبح هيك طلعنا على البيت قاعد هيك عم بيعمل يعني يعني البيت يعني عم بيقول لي مشان الله بس رتبني اغراض الميك اب رتبني خلاص يعني اغراض الميك اب هيك مبحوثين على طاوله السفره. انا كنت عم صور فمبحوثين بس بحت يعني تياب محطوطين على يعني انسي فانا عم بتطلع يعني مثلا رجال تاني هيطلع انه انت شو وراكي شو عم تعملي، انه مثلا ممكن يعلق او ينكش نكشه، بس حمودي ابدا. ومو انه هيك انه امبارح مثلا طلعنا هيك مشوار بالليل وانا كنت طالعه وكذا، مو انه قال لي احسن ما اطلعي ليه ما زبطتي هيك كتير ايزي. انا عندي شغله انه ما بيحمل كل شيء لا يعني كده لك عندي كل شيء طبيعي يعني ليه اعمل عليه مشكله؟ انه ما هي انت يعني ليش بدي اعمل مشكله انه اوكي ما زبطت البيت نظبط بكره عادي يعني. ايوه 100% كثير حياه اسهل من اني اقعد اعصب على شغلات هيك يعني يمكن مو تعصيب بس في مثلا او ليش رجال ممكن يسمعوا حكي هي تبع تسميع الحكي انه ما يعصب ولا شيء بس هيك يعني بخش بدنا يعني انه بدل ما تروح على المو زبط البيت او مثلا يصير يحكي على التليفون زبطي قبل ما تروحي او هيك يعني. هو ابدا لانه انا بحس انه هن شوي بيكونوا فهمانين مفهوم المرأة والرجل غلط لما يعملوا هيك، لأنه ما خص يعني هو بفكر رجوليته بهالطريقة إنه يلا رتبي البيت وهي لازم تكون الخدامة اللي بالبيت. ما خص أنا مشان ما شاء الله ضفيرة أنا اللي بجلي أنا مستلم الجلي. حلو أنا ليش مبسوط بالجلي؟ ليه؟ لأن أنا من النوع اللي بس روح أشرب من كباية أو شيء بضل أطلع فيها هيك. لا مو كتير بس هيك خلاص انه بضل اطلع فيها هيك بالملعب مسحب شيء تاني غير هدول لا مو لهالدرجه. بس انه هيك انا بكون انا نظفتها خلاص بعرف انه هي نظيف. اوكي انا اصلا بتعرف شو جلي وسخ. مره شعملت بماما فتحت الخزانه قبل ما اتجوز فتحت الخزانه بدي اشرب طول كاسه اشرب منها مي، شلت اول كاسه هي ما فيها شيء، شلت اول كاسه ما عجبتني حطيتها بالمجله. يعني بتكون انه من النتفه مثلا مدمعه من المي عرفتوا هيك هي ما فيها شيء. شلت 6 كاسات حطيتهم بالمجله قالت شو عم تعمل؟ قلت له بدنا نجلي. ما قلت لك جليون انت؟ قالت لي ما في تشرب مي خلاص روح. عن جد ما في تشرب. انا ما كنت ما كنت عصبت شو انا بجليهم مش عارف شو يعني خلاص شفرت. قلت له خلاص انا ما عجبوني ما عجبك ما المسألة خلينا محل لا تحطه بالمجلة. عن جد محمد ليش هيك خلاص أنا عم بجليهم أنا خلاص عارف إنه أمورهم تمام وأنا كثير بفرق فيهم يعني كثير بغسلهم وبعمل لهم بجلي بضمير. كيف طبخ لما بس بحس بيبي نحن هلا قدام الملأ. يعني ما خلينا بيه البلان اللي طلبناه. كمان لايك كمان شير. لما بالبيت ما كانت تطبخ. اوكي بس انه نحن هلا ما استقرينا بعد عم نتنقل من بيت لبيت فان شاء الله بس نستقر بالسعوديه. هي وعدتني انه تبهرني بالاكل. هذا تلطيش على الكاميرا. ايه انا وعدته حابهره. هي مش بس وعدتني اللي وعدت اهلي واهلها ولا هلا لازم توعدنا كمان بدك تعزمينا على اكله. هي خلص ليكي هلا انا ما عندي نجي على الغربه. ليكي هلا انا ما عندي مشكله بعزمكم بطلب من احلى من صف هيك او شغله وبتقولي ان انت عملتي اثبتوا انه مو انا. ايوه لا ورق اهلا حطهم بهالطنجره وبقلب اثبتوا انه مو انا. مين حيعرف اكزاكتلي مين حيعرف. طب سؤال بما انه جبت سيره السعوديه اللي حابه اعرفه انه يعني قرار السعوديه ما حسيتي اثر على يعني انه
هيك انه ما خفتي منه، ما حسيتي انه هي انا حبعد عن اهلي او شيء او هيك خلاكي انه تقولي شو عملت؟ هلا صراحة لا really again بيرجع لأنه هو شخص هني. لأنه مثلا لما قال لي على السعودية، هلا نحن الاثنين أهنياء مع بعض. ايه اوكي يا هو قال لي على السعودية I'm like اوكي هنية هني هنايا اي حاجه هنية وهنية شو اسمه. فلما هو قال لي على السعودية I'm like اوكي خلص فاين. بس انا مثلا اذا عندي شغل بالامارات كل اسبوع انا بشتغل ميك اب ارتست وكذا فبدي اجي. قال لي خلص تمام حلو. يعني ما قال لي لا بدك تتركي شغلك وتعملي بس شغل بالسعودية. فنفس الوقت يعني بدنا نمشي الحياة مع بعض. اخذوا عطا مثل تقريبا نفس المثل يعني انه اذا بتزرعي وردة بتحصلي على بستان مثلا. ليك هي في اغلب اذا صار في بيناتنا مشكله دائما اللي بيغلب المشكله انه نحن كتير منح مع بعض. يعني كل واحد عنده حسنات مع الثاني صح مع بعض مع بعض important على فكره. على الحديث هيك لانه المشكله ما بتكبر اكثر من يوم. ما مستحيل ما اصلا تضل اكثر من يوم. حتى انا من جوا انه خلاص بس هي المشكله انه ما انا ما بيهون عليك. كيوت الله يخليكم لبعض. انا بعطيك الباقي برا. اوكي طب عندي سؤال. اوكي هلا اللي فهمته هلا البنات بشكل عام عاطفيين وعندهم emotional intelligence وهيك، بس اللي فهمته من ضمن حديثكم انه انت كمان كشاب عربي شوي يعني كمان يعني عندك الايموشنال انتليجنس وعاطفي وهيك، بس انت برايك انه او برايكم انه كل الشباب بمجتمع العربي هيك ولا لا؟ لا صح؟ لا ابدا مو كلهم. لا يعني انا بشوف مثلا من محيط رفقاتي مثلا الاخي الصغير عنده يا عالي يعني برهوم عنده يا اكثر من وائل ايموشنال انتليجنس او حتى الايموشنال افيلابيليتي، انه كثير في شباب انه بيفضلوا ما يحسوا المشاعر تبعهم عشان ما يتضايقوا. انا بس بحس هذا يمكن على ايام يعني مثلا ايام زمان يعني لما كانوا بالعلاقات السابقة كان كتير شوي لسه مكتوم، أما هلأ قد ما عم بنحكى بالسوشيال ميديا على الموضوع وهيك صاروا يعبروا أكتر. صح هيك بحس. هلا أنا صراحة أقول لك شغلة أغلب مش الكل هيك اللي على السوشيال ميديا اللي بيعبروا بالمشاعر بحسها فيك يعني. يعني هلا كتير بشوف ناس على قدامي بشوفهم على الكاميرا غير هيك كثير على فكرة يعني حلو. ليش طيب؟ سمعت هذا الشيء وحضرت هذا الشيء بس انه ليه بدك تحط مشاعر مزيفة على الستوري والحقيقة بينك وبينها ما في هذا الموضوع. يمكن هي تتضايق. صح هي حتتضايق يعني انه انت بس اخذني للستوريز يعني انه انت الناس تشوفك انه نحن علاقتنا حلوه وهيك، نحن برا السوشيال ميديا انت ما بتعبرني ولا تحكي لي هالكلام ولا شيء. هي بتتضايق لهالدرجه. في ناس هيك في انا اي كانت في ناس هيك. انا اذا سوري لا حبيبي قول احكي انا حنسى. لا اقول انت انا ما بنسى. انا اذا بدي اقعد احكي شغلات على الستوري وما اعملها ما بفضل اعملها خلاص. ليش بدي اعملها اصلا ما حيطلع معي. اذا انا مو طالع من قلبي ما حيطلع. يعني اذا حكيت على الستوري حيبين علي. صح انا من نوع اذا عملت شيء غصب عني او مش من قلبي حيبين علي. يعني عندي كل العالم كانت تقول لي انه عيونك بيفضحوك اذا كنت زعلان ولا عم تحكي صح ولا كذا ولا هيك عيونك بيفضحوك. فانا اذا بدي احكي هيك على الستوري اقول انا بحبك وانا بموت فيك وحياتي حبين انه انا فيك. كيف انا بحكي على الستوري اللبناني مبين فيك؟ لا انا شو انا راح مخي على غنية الشامي دكتور العين مراية روحي هيك بيصير معي. انا لما اقعد على الستوري احكي لبناني بحس حالي عم بعمل جهد مش طبيعي انه احكي لبناني. هاي عم بيطلع معي لا خليك كل عم تبعت لي انه مش لا اذا انت لبناني بتحكي سوري فبيجي لاحكي لبناني بعمل جهد بعيد الستوري يمكن 5 مرات انه كل كلمتين 3 كلمات لبنانية بدي احكي سوري 17 كلمة بعدين هلا في هي مش سوري هي ميكس اغلب سوري هي ميكس بيضة اكزاكتلي مثل هيك ما فيني اقعد اتصنع. ما بحب اتصنع ببين علي يعني. صح. طب بتحسوا انه السوشيال ميديا عم بتخلي يعني الجيل الاصغر يكون اكبر من عمره؟ مو قصة اكبر من عمره بس كمان لايك مكتئب. يس خصوصي بكثرة البروبوزلز اللي عم بتصير والاعراس. انا هذا اللي هلا كان والاوفر كثير شغلات.
على فكرة أنا هذا هلا اللي كان بدي أقوله لما كان حمودي عم بيحكي، بما إنه أنا بشوف بختلط بالعالم مثلا فيس تو فيس أكتر، بما أنا بعمل كلاينتس وبرايد وهيك قصص. لما اللي ما بيعرفها بس يعني أكيد بتعرفوها بغنى عن مع التعريف يعني بتعمل ميك اب. ايه فوقت تشوف هيك مثلا كلاينتس فيس تو فيس، فكتير منهم مثلا بيسالوني عن السوشيال ميديا وهيك قصص واخبار، فبتطلع انه هن كتير عم بيتاثروا ب شو اللي عم بيشوفوه on social media in terms of relationships, in terms of lifestyle, in terms of مثلا let's say هلا نحن اللي اغلب العالم اللي على السوشيال ميديا عم بيكونوا كابلز او شيء، نحن من بلاد الشام، عاداتنا وتقاليدنا غير الخليجيين كومبليتلي، غير السعوديين غير الاماراتيين، فهن عم بيكون عندهم انه ليش هن مثلا بيخطبوا. هلا بالامارات عندهم خطبه ملشه، يعني دغري الخطبه والملشه هي كتب كتاب. اوكي كتب كتاب. اوكي بس هم بسموها خطبه. بس لازم ما في انه تحكي مع الشاب بعدين تكتب كتاب بعد فتره. يعني كتير عوائل كتير قلال اللي بخلوهم يعملوا هذا الشيء، يعتبروا كتير متفتحين. السوريين يعني كمان في عوائل لسه عم بيخلوهم يعملوا بس انت بس كمان نحن عنا نحن اذا كتب الكتاب خلص فيهم يضلوا سنه مكتوب كتابهم. هون المواطنين ما عندهم سنه يكون مكتوب كتابهم، يعني 3 شهور 6 شهور حسب بقى من عائله لعائله، بس انا الغالبيه بيكونوا 3 شهور ماكسيموم 6 شهور. يعني بكون انا عم بعمل مثلا ميك اب لعروس ملشه بتحجزني لعرسها بعد 3 شهور. هيك الغالبيه هيك. يعني هذا العادات والتقاليد. فانت عم تورجي هذا الجيل الصغير انه لا والله اللي مكتوب كتابهم مثلا عايشين مع بعض الا شوي عم بيسافروا عم بيطلعوا انه ليش صح سنس وين يعني صح. بصير تتذمر الولاد الصغار انه ليش هن يعملوا، نحن كمان بدنا نعمل هيك. بصير بدي اقول لاهاليهم هذا الشيء. وعندك شيء مثلا عن السبندينج اللي كتير هن طبعا ما بيعرفوا، يمكن كل شيء هلا اغلب الانفلونسرز منهم انا او شيء وقت مثلا بدي اروح على ايفنت بدي اروح على شيء، يا بيكونوا الثياب مثلا سبونسرد من حدا، الجوليريز مثلا من حدا وات ايفر ماشي صح. هن ما بيشوفوا هذا الشيء، بيشوفوا انه انا كل يوم والتاني عم بلبس لبس شكل وشغله جديد صح. فهن بنظرهم انه اوف هي شو معهم مصاري، فبصيروا كمان عندهم هي السبندينج ليميت ما عندهم اياها. لما اهلهم يقولوا لهم انه لا انه انتم عندكم بس هذا البادجت، حيطلعوا انه اشمعنا هي البنت الثانيه بصير بده يعمل شغلات ثانيه لحتى يطلع فلوس. فأنا تكون مش منيحة يمكن تكون منيحة. فأنا عم لاحظ إنه الجيل هذا اللي عم بيطلع الأمهات كتير عم تعاني مع أنا اللي عم بختلط فيهم البنات. فالأمهات عم بيعانوا بهذا الموضوع. وهلا أنتوا على سيرة الأولاد إمتى مقررين تجيبوا بيبي؟ على الله. هلا نحن حاطين منهم 2 سنين. أوكي. إن شاء الله. يعني نشوف حياتنا هيك أول شيء إنه سنة نعرف نستقر ونعرف وحتى يعني إنه أول ما تتجوز دي ولد مثلا أو بنت إنه لسه أنت ما قعدتي مع مثلا قعدنا مع بعض كتير. لا أكيد الولد بياخد كتير وقت واهتمام وبده ترباية وبده تكونوا أنتوا الاثنين على توافق وأوريدي أنتوا عارفين تتعاملوا مع بعض قبل ما تجيبوا بيبي. exactly. لا 2 سنين لأنه الولد بيلهي عن العلاقة. فإذا كان في مثلا شروخ بالعلاقة صح بدها تزيد لأنه هو بس هيك رح يضمدها شوي بعدين حتفتح. صح. لا it's good to take your time. لا كل شيء يجي من الله محلاه. بعد سنة بعد 6 شهور بعد 2 سنين بعد 10 بس نحن يعني انتم ما عندكم بلان انه سون. حلو. طب عندي سؤال انه شو هلا اول سؤال هو هيك مثل فيك تقول ستارتر مين بغير على الثاني اكثر؟ انت شوفي كل واحد عنده غيرة ثانية غير الشكل. يعني هي غيرتها شكل وانا غيرت شكل. شو الفرق؟ يعني انا غيرت عليها مثلا انه ثياب وكثير هيك قصص هيك. هي غيرتك شو؟ انا غيرتي انه هو very friendly. he's so friendly مع البنات. فانا بقول له وانتوا بنات وبتعرفوا البنات كلهم بينعطوا وش؟ لا هذا اللي بقول له يا that's true actually though. أنا بس you can have friends. you can have friends. أنا مالي ضد الفريندز بالعكس you can have friends بس بحدود. لازم يحط حدود. ببدأ ما عرفت فيكي مثلا من كم سنتين 3 كتار. شي مرة سمعت عني شيء مو منيح يعني كتير؟ لا أكيد لا بس كم مرة أو ما بعرف إذا سمعتي ولا لا، بس مثلا بيكون عاطي للبنت وش، البنت بصير عندها بتفكر إنه عطيني وش يعني هو مهتم فيني يعني هو ممكن to develop. لما كنا نطلع جروبنا ماش صار شيء قدامي وبلس نحن كنا كلياتنا رفقة فاونستي مو لأنه لا والله فيك تدقي لي بعدين
اوف كاميرا. هلا اكلها. لا انا ما قصدي، بس انا قصدي يعني مثلا انت بتعرفي البنت يعني انت بنت بتعرفي كبنت ديفينتلي هي فور يعني ليكي انا مثلا انا بيبي عندي مشكله مع كل هي البنات بتعرفي ولا هي- لا معينين معينين على هي فكره. المشكله واللي عندي مشكلة. معك، المشكله مع البنت نفسها. يس يس you can tell ليكي انا سمعتها من كذا حدا انه في شباب بيعطوا وش لبنات بيقوموا البنات عن جد بيحبون لايك حب إيه. هذا مو انه كنت بس أقول بيفكروا أنا. انه انا معجب، لا بيحبون. هذا كنت أقول. انا مشكلتي انه انا كتير لطيف مع يعني خي انا هيك طبعي يعني ما بكون قصدي شيء. اخوي شو شو البنت الثانيه بتفكر انه انا عم بعطيها وش ومعجب فيها وهي بتصير دائما تنغرم. بتوصل انا رساله بقول غلط. انا شو دخلني ايه اذا هي فكرت هيك. ايه طب انا عم بتعامل عادي يعني. صح. انا هلا هي وين أسلوب. بتصير لما بتعطي يعني لما بتصير هي مثلا تعطيك سيجنالز انه هي عم تفهم الموضوع غلط، هون انت لازم تعمل ستوب. صح. أنا بتذكر ايام زمان كان في بنت تمام دائما تلمح لي انه هي معجب فيني معجب، وانا ما اعطي اي رياكشن لانه ما بدي يعني مو معجب فيها. ولي تمام. فوصلت لمرحله خبرت العالم كلها انه أي انا وقت هي؟ واحده زمان يعني. قبل اه اوكي فكرت هلا لا لا زمان. تقولي لا لسه ما لحقت اوكي طولوا بالكم. وصلت لمرحله بتيجي تقول لي قدام العالم انت ما بتفهم، انت انا معجب فيك وانت عم تطنشني بستغرب. وانت مش عارف. ولا انا شو دخلني Really؟ يعني لا اني عملت بعرفها يعني شيء. لا من زمان اوكي لا انه عملت معك شيء انه يحسسك انه انا معجب فيك وما عم بعطيك وش اصلا لانه عارف انه انت معجب فيني مثلاً. انا عارف بس أي. انا ما عم بتغاب، عم بعمل حالي غبي يعني انه يا ما بدي الله يعني انا عم بتغابى عم بتغابى بتجنب. الموضوع أي. انه احسسك انه انا ما بعرف بس انا بعرف. كمان احفظي كرامتك يعني. فتيجي تصرخ في وهيك بنات لا احكي لها انت يعني انت مجنونه وشو يعني عملت الموضوع مش بالموقف؟ بالغصب. ايه هلا الموضوع مش بالغصب بس لا كيف انا بعرف من زمان بس ما تعمل؟ بدي اقول لك يعني اجي اقول لك اشرحك يعني ما بدي. في بنات والله ما بيفكروا هيك، ما بيكونوا مثلنا، ما بعرف ليش. فصارت كيف شو هيك؟ تفكر انه انا لعبت عليها. شو انا لعبت عليك ولا شيء تبص الاول ولا اخر الله يعينك. وقتها والكل المشكله انه الكل اللي حواليه بيعرفوا هذا الموضوع انه انا مش اعطيها وجه وبعرف انه هي معجبه بس ما عم بعطيها وجه عشان ما تنجرح. ما بدي انا ما بحب افشل حدا يعني انا ما بحب حدا يقول لي لا انا ما بحب اقول لحدا لا. صح سو أوكي. شو بتعمل؟ هل بالجنة بيعمل هيك؟ فخلص يعني لانه انا من النوع اللي واحد بس يقول لي لا كانه يعني سفقني كف ضوالي راسي يعني. فخلص ما بحب اجرح البنت. فانت فهمي لحالك انه انا بعرف بس ما بدي اقول لك مثلا ما هي ما كانت تفهم. أو تلاقي فانا بنات. فانا هدول البنات كيف لما قلت اول حلقه انه لما حدا يجي يقول لي انا معجب فيك ما عادش بنجذب له خلاص. فخلص هي اول ما انا شفتها هيك خلص ما عادش خلصت يعني حتى لو كان في مين ما امل. كنت يعني ما عن خلص ما طب هو انا ليش سالت هذا السؤال؟ انا كان بدي اسالك سؤال اوكي واسالك نفس السؤال انه بتغاروا على بعض انه انتم بابليك على السوشيال ميديا وانفلونسرز؟ عندكم مشكله بهذا الموضوع؟ انا من ناحيتي لإله لا. شكلك انت انا مش قصتي انا عم يخني. انا لانه في اي سي باي ذا واي. انا لانه قبل ما كنت متعود على هذا الموضوع. اوكي مش من نوع اني كنت طلع مثلا رفيقتي او مش انه رفيقتي انه مثلا حبيبتي ولا أي. خطيبتي ولا ما صايره معي قبل. اوكي فاوقات بحس الموضوع شوي غريب علي. ايه اوكي بقول انه لا ما بدي برجع بقول لا بدي خلص. هي تيجي قلت لك بتيجي مني لا شعوريا انه خلص انا حاب انه اعمل هيك خلص انا بعمل عم بمشي انا شو بحب. ولما طلعت لك اوريدي على السوشيال ميديا يس يعني فخلص اجت هيك لحالها ما فيها مشكله الموضوع ما عندي ابدا اي مشكله. هلا نوينج حمودي لو انا مثلا ما كنت مستحيل كان يطلعني. ايه I feel like ما هي أيه. نو واي. ايه طب لو بس في علق على شيء انه عن جد بحب the way you يعني بتحترم شو بيسموها الباوندريز تبعها حدودها انه ما يعني ما بيفرض علي ما بفرض علي ايه كتير حلو التفاهم. يعني يا شباب خذوا منه انسبيريشن. لا عن جد خصوصا بهذا الوقت يعني لاحظ انه انتوا ليش بتروحوا. انا دائما عندي اياها هي انه انت مثلا بتعرف انه لما بابليك فيجر ليه تروح لعندها تتزوجها وتعجب فيها اذا انت بتعرف انه هي بابليك على موضوع اللبس كمان. انا بعرف هي بيت اهلها هيك. ايه تمام. ما فيني اجي لازم اكزاكتلي. حتى هي فيها تحكي لي فيها تقول لي انه انت اخذتني من بيت اهلي مثلا. شو بجاوب انا؟ هلا مثلا نحن على اللبس اللي عم نعمله انه شوي مني شوي منه. بس عم انت نحلحل عم الموضوع. بتقول انا شو بجاوب هيك لازم بدك
تلاقي ميدل جراوند. كومبرومايز. صح. انت هو قال جمله عن جد، قال جمله جوهريه، قال شو بجاوب هن يعني مشكلته انه بيلاقوا لك جواب ما دخلوا بالسوق يعني بيقول لك ايه وانا زوجك وانا وانت واخذوا عطوا. طب اوكي انا عملت اللي انت بدك اياه وبعدين وهي ما بعرف انه انا من هاي انا بحس من هاي اللحظه رح تكبر المشاكل. بتصير هيك شوي يا حتفجر واكيد حتفجر تمام. بس حسب قد ايه تحملها. صح. وفي هلا في that's so cute. وفي حدا كمان مره قال انه انا ما بحب حدا يجي لي من العالي. اوكي. وكل حدا على فكره ما حدا بيحب الثاني يغصبه على شيء. وكمان برجع بعيد بالذات بهالوقت يعني من العالم 2022 25 صح ولا لا؟ هل شغله في شغلات البنت لحالها لازم تعرف حدودها مع جوزها. ونفس الشيء زوجها يعرف حدودها مع مرته. يعني مثلا انا ما فيني مثلا كل شوي الثانيه كف يعني. شو قصدك معك؟ انا ضد الضرب. انا ضد الضرب. اوكي. بس انا مشكلتي انا ضد الضرب بس بالمزح بحب هيك تسكويزر او شيء. بس لما ما بتحب ابدا مسح الايدين. اوكي ابدا. اوكي. فانا ما من النوع اللي بفرض، بس في شغلات لازم هي لحالها تكون عارفيتها. مثلا انه ما بصير تصرخ علي اكيد ان كان لحالنا ولا قدام العالم. ما بصير مثلا تقلل الادب علي ان كان لحالنا قدام. انا نفس الشيء. يعني انا ولا مره صرخت عليها ولا هي مره صرخت علي ولا مره. اصلا احنا ما بنسب لبعض اصلا. لا اكيد ابدا ولا مره. لا حتى في احيانا كابلز بيقولوا انا حيوان. لا ولا مره. مستحيل يعني. ولا هبله. على فكره انا مستحيل. انا ما بحب هدول الكلمات. بتذكر ما بحب. انا مثل انا بحب هاي الكلمات انه هيك انه حتى لو بالمزح ولا مره حتى بالمزح ولا مره قلت لها يا هبله ما تعمل ولا مره. انا ما بحب هاي الكلمات على فكره ابدا. باخذها طبعا انا ما بحب. انت بحب الاحترام. مره صار شغله بيني وبين لما هلا هي ما قصدها. اوكي. بس انا مثلا هي دائما بتقولها كان متعوده عليها. يعني مثلا كنا عم نحكي لك هاي لك تتضايق منها انه هي بين انه لك يعني انه هيك بين لك مو هيك بس ما لا انه هاي مره تناقشنا عليها. قلت لها هي فاصله لك الكي يعني. ايوه بالضبط. هي قالت لي انا بعرف انه هي مو قصدها انه تقول هيك بس قلت لها انا هاي الشغله ما بحبها. اوكي. مش بعصبيه ولا شيء. شو عملتي؟ وعادي قالت لي خلص اوكي عادي. وهي لما تقول لي شيء هي ما بتحبه انا الشيء بالضبط هي يعني حتى لو طلعت معي انا مثلا بالغلط لك وانتبهت علي بقول له يي سوري قلت لك يا بس انه لبين ما اتعود هي انه الواحد لازم يحترم الشخص اللي مقابله. شو الاشياء اللي يعني تخترق حدوده وشو لا وشو اللي بتزعجه. ما كل يعني سارة بتقول شيء دائما انه مو كل اصابعك مثل بعض 100%. وفعلا يعني يمكن في ناس عادي ما بتتضايق. انا بتشوفها فاني كيوت انه يا ثقيله يا غليظه انا ما بحب 100%. في عالم تتقبلوا وهن if they are good هيك نيالهم على بعض يصطفلوا بس انه انا لا ولا مودي. هلا هن اذا كانوا مع بعض هيك عادي هن حرين. ايه بالضبط. مش لازم يكون غلط. اذا هذا الشيء ما اذا هن بيحبوا هيك عادي. هي مو غلط وصح. هي هن بيحبوا. نحن ما بنحب بعض. كل واحد هو الحمد لله لقينا بعضناتنا هيك ما كان عندنا مشكله بهالموضوع. صح. شوف باي علاقه على فكره هي حتى بالصحبه ما هلا جاي يقول إن باي علاقه مو شرط عاطفيه بس انه انا وساره مثلا مرات كتير ممكن هي تعمل شيء ضايقني والعكس صحيح انا اعمل شيء ضايقها دغري بنقول لبعض انه انا هي الشيء ما بحبه بس في ناس بتستغل هذا الموضوع بتحب تضايق. صح. كيف يعني؟ يعني مثلا ناس لحتى تبين انه هي قدام العالم انه انا اللي بضحك العالم وانا اللي بعمل. بصير بعرف نقطة ضعف كل واحد بصير انه اعملها حتى انه اضحك العالم انه انا هلا اوكي اذا صارت مرة بالصدفة. لا في ناس تعتمدها يعني. اذا مثلا انا قلت لك ما بحب لون شعري وانت كل مرة بتقول لي لون شعرك لا دخلتها يعني. في ناس تستغل هاي الموضوع. صح. فانا مو من هذا النوع. انا وقت مثلا لما نكون قاعدين يمكن انت بتلاحظي انه انا مثلا في ناس بيكونوا قاعدين معنا بيقولوا مثلا يا اهبل يا حمار مش هيك. انا ما بقدر انا ما بقول مثلا بعتبر انه في بنات قاعدين ما بقول قدام البنات يا حمار يا كذا كذا كذا. بتذكر انا ما اهلي انا بتذكر كان بتعرفوا هون قد ايه صعب الواحد يجيب رخصه سواقه صح. ف
اخوي مره كان انه كلمه من اول ما بلشت انت رح ترسبي، هو فرحان بحاله انه هو من اول مره جابها تمام، انه ما رسب يعني دغري كله باس باس باس. فانا كل شوي اللي انت رح ترسبي، انت رح ترسبي، انت رح ترسبي. يا الله انا رايحه على الامتحان، هو عم يمزح حرام، بس انه انا شو انه يضل يقول لي حترسبي حترسبي حترسبي، وانا اقول له خلص ما بقى تقول لي حترسبي، عم بتضايق عم باخذها جد، بس يضل يقول لي اخر شيء فعلا رحت ورسبت. بتعرفوا انه ضليت 5 شهور ما عم بقدر روح اعمل الدرايفنج لايسنس، لانه انا براسي انه انا حارسب. اخذت بريك 5 شهور لحتى رجعت. هلا نجحتي؟ هلا نجحت الحمد لله من اول مره. طيب بتتذكر لما انا بتاثر مرة خطيبة أخي هي هيك بالحكي بسوريا بيتعودوا يحكوا هيك أوكي، فمرة قالت لي إنه شو هالهبلنة أو يا هبلة هيك شيء هبلة يعني. رحت لعند حمودي قالت لي هيك أنا شو أعمل؟ يا متضايقة. قال لي عادي روحي قولي لها يمكن هي مو عارفانة. قال لي لا أنا ما بحب ينحكى هيك معي. هلا في ناس عنده هذا الحكي طبيعي عادي أنا نص يعني، بس مو ما بحب الأوفر. أنا نص بس أنا ما بحبها، بس أنا من بداية مايلة على ما بحبها أكتر صح. بس هي إذا بتبلش بهبلة تخلص شغلات تانية. أنا كتير بحب حط الحدود مع كل حدا صح. يعني حدود يعني مثلا هلا أنا وحمودي مثلا حدود إنه لتسي علاقتنا أو عائلتنا نحنا حتى مع أهلي حتى مع أهله دائما في حدود صح. لأنه بس لا تفتحي الباب بس تعملي له أنلوك ما تفتحي فتح بطلي ترجع تعمليه مرة تانية في شيء اتغير. وعلى فكرة أنا I believe in something إنه العلاقة بين أي اثنين وبالذات العاطفية يعني لما ينروح منا الاحترام بحس كتير شيء كبير بينكسر. خلص ما بقى يعني بس ينكسر الاحترام بين اثنين بحس ما بقى في شيء انكسر. ما خلص في شيء انكسر forever بالذات العاطفية يعني هي بحسب اول شيء بتكون بيناتكم انتوا الاثنين بطل في احترام بعدين يصير قدام العالم بعدين خلص بتصير مصيبه. اكزاكتلي. طب عندي سؤال هيك نرجع شوي على السوشيال ميديا. مين الكابلز اوكي اللي ممكن تحسوهم فيك او موفرين؟ انا مصرة اجيب العيد. لما محمد نحن طب قولونا بعد الكاميرا. لا هلا لانه هو منشلي انه ما بيحب يذكر اسماء قبل اوكي ما بتحب تذكر اسماء لسبب واحد انه انا ما بحب الدراما. اوكي حلو اوكي. وفي ناس شو بتقول لك بس تحكي انه انت جبت هدول الاسماء عشان تطلع فيوز وترندي. انا بس واحد يقول لي هيك عن جد يعني انا كل اصحابي بيعرفوا انه انا ما بحكي مع ولا واحد عشان السوشيال ميديا او فيديو صح ولا واحد. واي واحد فكرني حكيت معه هيك قطعت على كتفي. really يس اوكي انترستينج. ولا واحد يعني ما اذا بتشوفي كل اللي حوالي الحمد لله بحبوني وبيحترموني ولا واحد حاكي عني كلمه قبل. اوكي فبس مجرد واحد يقول لي انه انت بتحكي مع هدول عشان فيوز وسوشيال ميديا بتقول له روح انت وفيوز والسوشيال ميديا. انا الحمد لله عندي شغلي ما ناقصني شيء. سوشيال ميديا اخده ما اخده لانشهر اخده صراحه في ورا بزنس. اوكي بس مو اخده مو اخده انا لانشهر والناس تيجي تعرفني اوه انت حمود انت محمد انت اوه تعال نصور. اخر همي انا صراحه كثير اخر همي انا بس اخذ بزنس وانا يمكن انه انت انه يتصوروا معك ما بعرف ليه مستحي. اوكي هاي بتصير معي اوقات هيك بصير بحمر وبصير بخضر. فانا بس انه وقت خلص انه اكتفي من البزنس تبع السوشيال ميديا وعادي بس في ناس اكل حساباتي ما عندي مشكله. صح. طيب هلا انا عندي شيء بينهي لنا هيك الحلقه. اوكي في شيء انتوا الاثنين حابين تقولوا لبعض ولا مره قلتوا لبعض هيك تعترفوا اعتراف صغير هلا هيك؟ انا كثير معبره يعني انا بدي قاعد افكر شو اللي ما قلت لك يعني كل يوم بقول لك شيء. شو انا من النوع اللي مش كثير بتعبر بعرف اعبر. هلا بدك تعرف. اوكي بس انه عندك شيء بلشي طب عادي قولوا اي شيء. طيب حتى لو مو اعتراف شيء بتحبي ترجعوا تذكروا لبعض. I'm so lucky to have you. اوكي شوفي انا بتاريخي العاطفي مأساوي. حلو تمام. اوكي لدرجة انه رحت عملت عمرة لأخلص من هذا الموضوع. really يس نايس. اوكي فبعد ما رجعت من العمرة حسيت انه كل شيء انمسح
اوكي قبل ايه اوكي لحتى لانه دائما كنت بهذا الموضوع عامل لي بلوك بكثير من الاماكن اوكي انه خلص ما بدي افوت بعلاقه ما بدي اعمل شيء ما بدي اسوي شيء خلص هيك ماشي عايش مع مع هالعالم ف رحت على العمره هونيك دعيت انه اي شيء الله موفر لي لبعدين او عامل لي لبعدين او حاطط لي بطريقي منيح خليه مو منيح شيله حلو اوكي رجعت على بعد العمره رجعت على دبي ولا شيء براسي موجود مو منيح ولا شيء كل شيء هيك كأني رحت سويت فورمات ورجعت. That's so nice though. I would love to do that. اوكي يس لازم والله. اذا انت شي مره رحتي قبل؟ لا ولا انا ولا مره مع اني كنت عايشه لازم تروحي والله. اوكي وانا نفسي كمان نروح الحج صراحه. كمان حلوه. فهي انا من الشغلات اللي اروح على السعوديه اللي محمسنا اكثر انه في انه قريبين على العمر. مو اوبشن يعني في الاوبشن اهين هي كات بارت الاوبشن. فرجعت من هناك كل شيء ممسوح. حسيت الله عم بيوجهني على طريق يمكن لما شفت لما قلت انه هي خلاص هي من الله يعني انه قبل ما كنت اقدر انه اقول هاي هي البنت صح. ولا مره صارت معي بحياتي ما صارت معي اصلا انه اول ما اطلع بنت اقول هاي هي. اوكي انترستينج. ثانك يو انك بحياتي هذا كثير. لما كده اقول لك انا قبل لما كنت كثير ضايع يعني كده اقول لك I remember كثير ضايع. اوكي يعني ما بعرف وين انا شو بدي اسوي لوين يعني هلا ممكن سالتيني بعد 5 سنين شو ممكن تشوفي حياتك وين ممكن جاوبك وقتها جاوبك انه نحن عندنا بزنس لحالنا حلو ورجعنا على دبي استقرينا كيوت يمكن نضل بالسعوديه ما بتعرفي الله شو بيوفر يعني او شو كاتب يعني بس انه عندنا بزنس لحالنا عايشين حياتنا حلوه عندنا ولد او ولدين ما بعرف الله كريم انت برسمون عن قلبي. That's so cute. You guys are so cute. الله يخليكم لبعض ويحميكم من عين الحاسدين. شو بيعملوا؟ فلما هي وجهتني على الطريق الصح خلتني اعرف وين اروح شو اعمل كتير اشياء تقول لي اياها انا ما كنت حط ببالي اعملها. اوكي interesting. يس interesting. cute guys. ما بتخلص. حبيت الحلقة بتفرج على مسلسل جد cute. الله يخليكم لبعض. عبالكم ان شاء الله. عبالي ان شاء الله انا يعني انه اخذت منكم انسبيريشن هلا. لا اتس اميزنج. الله يخليكم لبعض ومثل ما قلت في كتير اشياء حبيت انه بتحترموها عن بعض وهذا اهم شيء والله يديم المحبه بيناتكم ويحميكم من العين. يا رب. I got emotional. سيب انا I got emotional بس ما بدي اعمل حالي emotional هلا. انا اصلا اليوم فايا emotional انا موضوع السعوديه نرجع بموضوع السعوديه. بدك تنهي الحلقه؟ لا عادي انهاء سوري هذا. موضوع السعوديه انا من قبل ما اعرف لما كنت نهي ما بدك تنقول نهي وخلص كان انه بدي كنا قاعدين باساطير قلنا على هذا الموضوع بس انا ما رح اعمله ما رح اروح السعوديه وراح افسخ العقد لحتى يصير يعني لاخر لحظه فيني ضل فيها بدبي مع الشركه بضل لاخر لحظه بعد هيك خلص ما عادش بروح. فلما شفت لما وخلص حسيت انه صار في شخص بحياتي مسؤول عنه وانه حيصير في مستقبل لبعدين ما عادش فيني يعني ما عادش فيني ارفض طلب السعوديه. اوكي لانه كان كتير حلو وانا بكون صراحه ما بفهم يعني اذا رفضته really اوكي صح. بالعكس انه حس هيك المسؤوليه انه قبل فينا اضل هون انا بس عايش مع اهلي في السوشيال ميديا ممكن اطلع منها فلوس ما عندي شيء ملزوم فيه لا بيت لا عائله لا ولا شيء فيني تو سرفايف انه لحالي عادي يعني بس انه خاص لما ايش لما عندي خلاص انه لازم روح منيح لمستقبلنا ما عم فكر صرت بحالي صرت افكر فيها وبمستقبلنا انه لازم روح ان كيس ما صار شيء هنيك برجع لهون عادي ما صار شيء وبعدين السعوديه قريبه يعني
وهناك فرص كتير حلوه، بلد كتير حلوه. صح. وهلا عم تتطور كتير. تماما. هذا كان جايب ليش ما هلا انا عندي مشكله النسيان. كان بدي اقول شيء قبل وهلا تذكرته، فبدي اقوله قبل ما انسى. انه انا لما انت حكيت انه انت ما بتحب هي التعبير انه بالسوشيال ميديا واخر شيء ورا السوشيال ميديا ما في هذا الشيء. انا شخصيا ما كنت بعرف انه علاقتكم كيوت لهالدرجه، اذا عم كون صريحه. يعني I didn't know you guys had لانه ما that كثير much. مبين على السوشيال ميديا. ايه I didn't know you guys had that much انه chemistry بينكم او احترام لهالدرجه. عن جد ما شاء الله عليكم انه بينتوا هذا الشيء هلا اكثر ما انا ever شفته. وهذا يعني بحس انه هي الحقيقه، وهذا اللي لازم يكون يعني. فبقدر هذا الشيء عنكم. بس انا الصراحه ما بحس انه كل شيء لازم يبين على السوشيال ميديا. هلا كنت اقول انه مش لازم كل شيء نحن بنحسه لبعض نطلع على السوشيال ميديا. يعني هو بقى شو ما كان، يعني ان بينتوا حب وما بينتوا حب رح يطلع عليكم حكي. فكونوا على طبيعتكم. في شغلات برايفسي هيك بيناتنا انه مثلا اذا كل شيء طلعناه على السوشيال ميديا شو ده؟ لانه يعني اذا انا مثلا بيني وبين عم نحكي حنكون كتير ما في شيء نحكي يعني انه كل شيء عم نصور، كل شيء عم نسويه، كل شيء ما في كتير اشياء نحن مع بعض بنسويها. ما انه على فكره حتى وقت الخطبه قلت له انه نحن بكره اذا بدنا نصير مثلا كابلز اون سوشيال ميديا ما هذا الشيء كتير حلو. اول شيء بتبنوا ذكريات مع بعض، بضلوا ذكرياتكم محفوظين، وهدول القصص يعني له الجانب الايجابي. بس الجانب السلبي تبعه انه تخيلي انه هدول مثلا بيكونوا انه دائما هيك 24/7 مثلا عم بيصوروا بالبيوت برا، هيك ما عاد في برايفسي. يعني ما عاد في برايفسي. اليوم كنت عم احكي اكشلي مع مرت اخويا بهذا الموضوع. قلت لها انه عم حس احيانا بعض المشاهير انه شوي تاني رح كون معهم بنفس البيت، يعني قاعد هيك ما هو بعد في مكان واحد مثلا يعني خلص سويتوها يعني مو هذا الشيء مو انه غلط، بس انه حتى لو مثلا تصور البيت او وات ايفر، بس في شغلات بس في شغلات كتير ديتيلز ما في داعي كل العالم تعرفها. يعني يعني انا عندي مثلا 7 قطط، طب والله عندي صعوبه انزلهم القطط، هيك بحسهم اولاد بخاف من العين عليهم الصراحه. يعني لما عندهم قصص مع الذكريات، بتحب الذكريات شو بتعمل؟ دائما بتصور فيديوهات نحن مع بعض كنا طالعين، بتقول لي هل بدي احتفظ فيهم انا هيك تخليهم مو ضروري ننزلهم. فدائما بس هيك تصور بتقول لي هاي بس لانه هيك كيوت ذو انه حلوين، يعني مو لازم انه كل شيء. هلا نحن مش ضد انه هذا الشيء كتير مو حلو او مو منيح. نرجع لموضوع انه كل واحد يعمل. بس نحن مو هيك. يعني انا كنت مثلا لابسه قاعده بالبيجامه حاطه البن وحاطه ماسك هيك صورني فجاه بالتليفون، يعني نخسر بعض. لا تعملها. وانا ما بعملها، مستحيل. انا اصلا ما بعملها. بدك حمودي يعملها شوي بالذات هو يعني بيغار وكل شيء فوق بيعملها. يعني انت قبل ما يصور اي شيء على هيك بطلع انه كله تمام اوكي، مش هيك بعمل هيك سكان نفسي اوكي. عن جد الحمد لله. يعني هي العلاقة لازم يكون فيها تنازلات وتفاهم. العلاقة ما فيها تنازلات مستحيل. أنا كنت حاطة مرة على فيديو من تبعاتي، مرة بروفيسور قالنا شغلات إنه كيف تختاروا شريك حياتكم. هلا نحن we're done, she is almost done, you're not done. please قولوا لي كيف. أوكي هن 4 شغلات ماشي. أول شيء تشوفي إنه أنت وياه نفس الفاليوز عندكم. أوكي صح نفس القيم وكذا. هاتيكم إكزامبل. هو وقتها كان عطينا إياه البروفيسور. هو كان بيحب وحدة بالجامعة، فهي قالت له اجى من موضوع الحكي انه هو بده 7 أولاد او مو بده 7 أولاد، هو ما بده يحدد نسل، يعني بده يجيب أولاد، وهي بدأت له ولد واحد. فهون عرف انه في كور ايشو ما فيه يقنعه ما فيها تقنعه، فتركوا. بعدين حب واحدة تانية هي كمان بتحب الأولاد الكتير، قام جابوا 7 أولاد ما شاء الله. هو أمريكي كان تخيلي. تاني شيء الريسبكت، لازم يكون في ريسبكت بوجوده وعدم وجود الشخص. ثالث شيء الكوميونيكيشن. آخر شيء الفيزيكال اتراكشن اللي هو الانجذاب الشخصي. إنه تلاقيه حلو، جسمه طويل عريض قصير هيك هذول القصص. معناها أنا بدي أقول لنفسي إنه أنا بروفيسورة، لأنه أنا دائما بقول إنه هاي الأشياء إنه أهم شيء ولازم يكونوا بالترتيب العلاقة. يعني أول شيء values، respect، communication، شكل بالضبط. أنا دائما بقول إنه إذا هو عنده مثلا نمط معين وانت نمطك شيء تاني، ما بيمشي الحال. فكرك غير فكره، ما بيمشي الحال. يعني لازم يكون انه في compatibility بكل شيء. فهدول الاشياء انا جمعتهم بكلمه واحده اللي هي compatibility، او انه التوافق. يعني بحس انه اذا ما في هذا التوافق مستحيل. الا ما اوكي يمكن اعجبتي بشيء مثلا اللي هو فيزيكال مثلا،
كملتي مثلا ولا بالفاليوز وكملتي إلا ما يصير في كراك بهدول الأشياء الثانية. فلا لازم كلهم يكونوا تشك لعن جد. انت بتعرفوا قبل ما نخطب لما عملت نكتب كتابنا قبل ما نكتب كتابنا لما عملت شو تشيك ليست؟ لا أسئلة 100. هي كانت تقريني 100 سؤال. اوكي اختصرتهم قالت لي بدنا نقعد بمكان نو فونز ما في اي شيء نقعد انا وياك جاوب هدول الاسئله. ولي اذا نحن تمام بهدول الاسئله طيب برافو حبيت. اذا نحن تمام بهدول الاسئله ريت لو انا عملت والله اذا تمام بهدول الاسئله نحن بنكمل. مو تمام ما طيب كيف عرفتي انه هو جاوب صح؟ لا ما في صح وغلط يعني. مثلا سالته ليه بدك تتزوجني؟ اوكي هو يعني بده يعطيني جواب. لا بشتري لهذا four things. اوكي لا مو four things، في اكثر من شيء. هو كان 20 سؤال اكثر، كان 20 سؤال هيك 20 40 واحد ورا الثاني نخلص من واحد يعني ما نروح على الثاني نخلص اجابه الاول. بعدين عندنا مثلا ساتيسفايد ولا نوت ساتيسفايد، انه انت عجبك الجواب ولا لسه انه مثلا جواب كان غامض. نرجع بنعيد الجواب. نو واي. طيب ضلينا ساعتين يمكن بعدين اكثر 4 بيبي 4 ساعات. شبك بيبي عندي الفيديو 4 ساعات قاعدين سجلتي ولا شيء. لا ما سجلت الفيديو بس سجلت انه وقت بلشنا واخر شيء. او ماي جاد. لا بس حلو حبيت حاعملها انا كمان ان شاء الله مع كثير مهم والله. هدول يعني كثير في اسئله انه عن جد انه عن حياتكم كيف حتكونوا مع بعض او كيف انت انه انت كيف تتعامل هيك كيف تتعامل. اذا انا سويت هيك اذا انت سويت هيك اذا صار شيء هيك شو حتعمل اذا انت صار هيك شو حتعمل. هلا ماما قالت لي انه شو حتستفادي من هالاسئله، انه اذا بعدين وقف هلا عم بجاوبك اجوبه بس لا تسمعيها تسليك يعني. ايه صح سؤال عذرائي جميل. ماما عذراء انا كان بدي اسال يعني انه شو حتستفادي. قلت لها هو شو حيستفاد اذا جاوبني هلا جواب وانا اوكي وكملنا وكتبنا كتاب وتجوزنا بالاخير طلع حياتنا غير هدول الاجوبه. يعني شو حيكون انفصال يعني خلصنا. فهو يعني بده يكون طرفين خسرانين. فانه لا الواحد يكون صادق. نبعدش الحمد لله كلهم ظابطين الحمد لله اكيد. بس انه الواحد لازم بالخطبه يكون كتير صادق. صح. هي حركات اهالينا زمان انه لمعي وبعدين طلع الحقيقه والله مو ظابطه. انا على فكره ما بحب مثل ابدا. هي كانت لانه بعدين الا ما يعني اذا ما تقبلتني كيف ما انا هلا مستحيل ولا هو ولا هي كانت لانه انا ما بقدر مثل. او مثلا الشاب يعمل حاله هذا سوبرمان قدامه وهي تعمل حالها شو هي سندريلا وبعدين تطلع. انا ذا مومنت بتصنع انسيني يعني خلص انسيني في شيء غلط. انا في شيء غلط. هاي لإلك ولا إلك بعدين يعني الحياة قبل الزواج غير بعد الزواج. صح. يعني بتكون ببيت واحد غير ما كل واحد عنده أهل كتير غير. لازم يكون في تفاهم عالي. كثير عالم هيك. في عالم بيقولوا لك احلى وعالم ابشع. انا من العالم الاحلى كثير هيك. لانه شو قصدك انت من الابشع؟ لا انا ولي بطلع لك انه الحلقه فكتير بتختلف. فما تفكروا انه اذا انتوا هلا عايشين قبل الزواج انه عايشين حياه حلوه حتروحوا تعيشوا نفس الحياه بالبيت. لا بتختلف اكيد والمسؤوليات تتغير. يمكن تختلف للاحسن يمكن للأسوأ. هي للاحسن والله. اذا هو شخص صح من اولها فهو للاحسن. حلو نايس. لا بس عم بيقول لي البوزيشن لانه كثير لا انا انسجمت كثير لانه بالحديث انا حاسه يطفوا الكاميرا ونكمل عن جد. ما هو لا شكله بده يقلعنا اول انه خلص حكيته كثير لا يمل. انا ما بدي اوقف ولا انا عن جد. يلا هلا بنطلع بنكمل عن جد. لا ابدا لا يمل. واذا هيك لازم نرجع نستضيفكم ان شاء الله مع البيبي. ان شاء الله. كيفك شو اخبار ان شاء الله؟ ان شاء الله البرنامج حيضل 2 3 4 ان شاء الله. طبعا مشان هيك هلا شو رح يعملوا شيء ذكي. حيعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت عشان يستنوا البيبي. شو البيبي يضمنوا انه نحن نضل مكملين للبيبي. فاذا بدكم تشوفوا البيبي الصغير تبع لما هو عامل سبسكرايب لايك شير وفعلوا شو كان فعلوا زر مثل ما انا بقول زر الجرس. فعلوا زر الجرس واستنونا للبيبي. سنتين ان شاء الله. ثانك يو كثير نورتونا. احلى عرسان كثير نايس تو هاف يو جايز. كثير هاي حركتنا هاي صعبه. هيك بدي فول
انا كل ما يجي لعنا جست، عن جد رح انهي الحلقه، بس انه كل ما يجي لعنا جست لازم اخذ شيء اتعلمه من كل جست. فحبيت لكم انه انا تعلمت منكم اشياء يعني ان شاء الله. حكيني في عندي تشيك ليست إيه كثيره هلا دولي بدي اسئله كثير ولما من النوع اللي بتحب تقرا كثير اشياء وخاصه بالعلم النفس. كثير نايس. حبيت خلص بعد إننا طلع بالناتيه. ايه الشغل. anyway nice to have you كثير يا جماعه. انبسطنا فيكم كمان كثير، وان شاء الله ما كنا اتقال عليكم ابدا ابدا، بالعكس سوري على التاخير اول شيء. بس انا بسموني ساره تاخير بالتقويم. ادفع كل تاخيره فيها خير عادي. مزبوط، من حلقه هيك. برنامج كثير حلو، يعطيكم الف عافيه. لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس وتشوفوا الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. باي.